هو انا اقدر ادرس طب بيطري وانا بخاف من الحيوانات؟ وهل لازم اتعامل مع الحيوانات في الكلية؟ وهل في امل ان اتغلب على خوفي ده؟ ده كان اكتر سؤال سألته من 3 سنين اول ما عرفت ان جالي بيطري. انا ياسمين طالبة في طب بيطري، وانت دلوقتي بتسمع بودكاست اعرف بيطري مع ياسوبت. بصراحة كنت مفكرة ان انا الوحيدة اللي بواجه مشكلة زي كده، بس بعدها اكتشفت ان في كتير جدا في بيطري بيخافوا من الحيوانات. وما كنت في اولى وبسأل السؤال ده كانوا بيقعدوا يقولوا لي هتتأقلمي وهتتعودي. بصراحة كان نفسي وقتها اسمع اجابة كاملة، اصل الاجابة دي ما كانتش مقنعة بالنسبة لي خالص، لان انا كنت بعاني من خوف بشكل مرضي. الموضوع كان صعب جدا معايا، بس الحمد لله قدرت اتغلب على ده. وانا هنا جاي دلوقتي احكي لك القصة كاملة، وازاي اتحولت من حد بيترعب اما يشوف حيوان لحد بقى الحيوانات جزء من حياته، وقدر يربي 11 قطة في وقت واحد. فكوباية شاي بقى كده وتعالى احكي لك ازاي واجهت خوفي ده. صلى على النبي. في البداية اول ما دخلت الكلية قلت لنفسي انا هشتغل في المجالات اللي ملهاش تعامل مع الحيوان خالص، زي ما وضحت المجالات دي في الحلقة اللي فاتت. والحمد لله اول 3 سنين في الكلية مفيش اي تعامل نهائي مع الحيوان، مش هتشوفوا اصلا حيوانات في الكلية. بنبدأ بقى نختلط شوية بالحيوانات في 4 و5، زي مثلا عندها في مستشفى في شوها كده بالنسبة لطلبة المنصور. ومفيش حد هيجبرك انك تتعامل، يعني براحتك، انت حابب تتعامل جميل، مش حابب محدش هيقولك لازم تتعامل. اصل اقولك على حاجه، انا كان تصوري وقتها ان الطب بيطري دي حاجه كده شبه المزرعه السعيده، وكلها لابسين بلاطي وقاعدين جنب الجاموسه نغني طلعت يا محلى نورها الشمس الشموس. اي والله انا كان تصوري كده، معلش تفكير عقيم. المهم دي كانت نيتي وانا داخله، بس بصراحه للاسف يعني معرفتش افضل بنفس التفكير ده. انا في مجتمع منتشر فيه فكره تربيه القطط والكلاب، فكنت ابقى مثلا في الجيم الاقي ناس بتستشيرني في حيواناتهم، واللي عاوزه بقى تجيب قطتها ليا ابص عليها اشوف مالها. وطبعا وقتها انا ما كانش ينفع اقول لهم معلش يا جماعه اصل انا بخاف من الحيوانات، كان هيبقى شكلي عرق قوي الصراحه. فبسبب المواقف دي اتولدت عندي الرغبه ان لازم اتخطى خوفي. وكمان لما بدات ادرس واتعلم في بيطري بدات اسال نفسي سؤال، هو ليه ربنا حاطيني في مكان زي ده؟ اشمعنى انا ربنا اختارني ان اعالج الارواح البريئه دي؟ فبدات احس ان دي الرساله اللي المفروض اعملها، ان لما الاقي حيوان تعبان اعالجه، حتى لو هشتغل في مجال مختلف، في الاول وفي الاخر دي وظيفتي الحقيقيه كدكتوره. فمن هنا اخدت القرار ان لازم ابدا بقى اتغلب على خوفي. طبعا انا بحكي لك الكلام ده عشان اول خطوه لازم تعملها انك تحدد ليه عاوز تتغلب على خوفك، ولازم يكون عندك اسباب واضحه ومنطقيه عشان ده الدافع اللي هيخليك تعمل كده. بعدها بقى بدات استعين بالله وادعي كتير، لان انا على يقين ان ربنا هو الوحيد القادر ان يشيل من قلب الخوف ده. وطبعا اكيد مع الدعاء لازم ابدا اسعى. فروحت شلتر في اجازه سنه اولى. اللي ما يعرفش الشلتر ده عباره عن ايه، ده مكان واسع كده وبيكون مليان كلاب، وفي جزء منه بيكون منفصل للقطط. طبعا ده مكان رعب لاي حد بيخاف من الحيوانات. انا حبيت امشي بمبدا ايه، اللي يخاف من الفئران حطه في اوضه فئران. انا صراحه رميت نفسي وقلت بقى اشوف اعمل ايه. طبعا اليوم ده عمري ما انساه ابدا، ده كان من اصعب الايام اللي عدت عليا في حياتي. تخيلوا كده الدكتور واقف واحنا كلنا طلبه وراه ولابسين بلاطي، وبعدها بوابه الشلتر فتحت فلقينا كميه كلاب انا عمري في حياتي ما شفت الكميه دي، وكلهم بيهوهوا وبيجوا علينا. طبعا انا خفت، واغلبنا خاف، مش انا لوحدي. بس كل الناس اللي خافت جروا ورا الدكتور ودخلوا الشلتر الا 2، العبد لله واحده صاحبتي. كنا اول ما شفنا المنظر جرينا وبعدنا عن الشلتر، والدكاتره كلهم دخلوا البوابه اتقفلت ونسونا بره اصلا. طبعا احنا فضلنا واقفين ومش عارفين نعمل ايه. وقتها انا قعدت اقول لنفسي يعني مش معقوله انا اقطع كل الطريق ده عشان في الاخر ما ادخلش. فروحت كده بكل انكسار للحارس بتاع الشلتر وقلت له معلش ممكن تفتح لنا البوابه عشان عاوزين ندخل. هو اصلا كان مستغرب احنا بره بنعمل ايه، فقام فتح البوابه على اساس ان احنا ندخل بقى. فاحنا فضلنا واقفين وهو قاعد يبص لنا، فهو مش فاهم احنا مش بندخل ليه. فقمت قال له معلش اصل احنا لسه سنه اولى وبنخاف. المهم ضحك كده، وبعدها الراجل صراحه كان رجوله ودخلنا. طبعا وانا ماشيه ورا الحارس ده انا قاعده شايفه كميه كلاب اشكال والوان غريبه، كل انواع كلاب ممكن تشوفها في حياتك، وضربات قلبي كانت سريعه جدا. المهم الحمد لله وصلت للدكتور. اول ما شافني قال لي دكتوره خلي بالك الادرينالين عشان الكلاب بيجوا عليكي بسبب كده. طبعا انا وقتها قلت ادرينالين مين، انا اصلا ما عادش فيها نفس. بعدها دخلنا اوضه العمليات، كلاب بقى تعبانه في كل حته ومناظرهم صعبه والجو حر وواقفين بقالنا فتره طويله. ده غير بقى ان انا اصلا واقفه على اعصابي مرعوبه وجسمي كله بيصب ميه. مع كل ده ما حسيتش بنفسي غير وانا في الارض اغمى عليا، ودي حاجه انا كنت متوقعاها لان انا الموضوع معايا صعب جدا. انا لما كنت بلاقي قطه على السلم كنت ممكن الغي مشواري ومنزلش. المهم دكتوره عسل كده كانت معانا لحقتنا طبعا وفوقتني وقعدتني في اوضه ما فيهاش حيوانات. انا بعد الموقف ده المفروض اي انسان طبيعي يروح يقعد في الباص ويستناهم ما يخلصوا عشان يمشي، بس انا ما عملتش كده.
اول ما فقت طلبت من دكتور زميلي، قلت له عديني من وسط الكلاب ووديني القطط. بصوا انا حد دماغه ناشفه، اما بيحط في دماغه حاجه لازم يعملها. المهم رحت القطط. طبعا القطط مفيش صوت، الصوت اهدى بكتير جدا من الكلاب. الكلاب بتهوى في وقت واحد وصوتهم قوي جدا، فحسيت ان الدنيا هنا اهدى كتير. وبدات بقى احاول اقرب منهم، بس كنت خايفه جدا ومعرفتش لوحدي. ففي زمايل ليا اكبر مني حبوا يساعدوني، بجد ربنا يجازيهم خير. قعدوا يحاولوا معايا واحده واحده، وانا الصراحه كنت متعبه جدا وتعبتهم جامد اليوم ده. واخيرا قدرت امسك قطه وكشفت عليها وحطيتها على رجلي. ما تعرفوش وقتها قد ايه انا كنت حاسه بفرحه غير عاديه، وحسيت ان اخيرا اخدت خطوه. وبعدها طبعا اتصورنا صوره جامده وروحنا. طبعا اليوم ده ما كانش كفايه ان اتخطى خوفي، الفكره بس ان انا بدات اتقبل فكره ان يبقى في حيوان في المكان اللي انا فيه وما بقاش متوتره. بس طبعا لسه بخاف ان امسك القطط لوحدي، ولسه برضو بترعب من الكلاب. فاستنيت اجازه سنه تانية ونزلت وحده بيطريه في البلد اللي انا فيها. طبعا الوحده الموضوع كان اهدى كتير، لان هي بتكون حاله واحده وكلنا واقفين، فعمري ما الوحده هتبقى زي الشلتر ده يا جماعه فيلم رعب والله. لقيت نفسي في الوحده بتعامل مع القطط، وما عدتش بكون خايفه قوي لدرجه بقى ان اصوت ويغمى عليا والكلام ده. بس كنت ببقى واقفه من جوايا مش مرتاحه، بس قادره اتعامل. عارف اما تكون بتعمل حاجه انت من جواك خايف بس مش مبين ده اللي حواليك؟ انا وقتها كنت كده، مشيت بمبدأ فكرة دوقت، انا همثل ان انا مش خايفه لحد اما فعلا ما اكون مش خايفه. بس طبعا اما كان بيجي كلب كنت بخاف جدا برضه، وعمري ما كنت اقرب منه خالص. المهم فضلت كل شويه اعرض نفسي للحيوانات، ومش كلاب وقطط بس، رحت مزرعه خيول برضه، واي فرصه كان فيها حيوانات كنت بروح واحاول على قد ما اقدر اتعامل. وكل مره كنت بحس ان الخوف بيقل عن المره اللي قبلها، لحد بقى اما جه اليوم اللي غيرني 180 درجه. طبعا انا كل ده لسه بدعي ولسه بقول يا رب عيني. فشوف بقى اما ربنا يستجيب الدعاء. كنا اول يوم في رمضان اللي فات بصلي عادي جدا في مسجد في الجامعه، فلقيت في المسجد قطه ما تحسهاش بلدي، قطه نظيفه كده وطيبه وتشوفها تحبها على طول، وكانت حامل وفي اخر ايامها. ويا عيني لقيتها مرهقه جدا وقاعده في المسجد، وطبعا في بنات كانوا في المسجد بيلعبوا معاها، وانا بصيت لها كده حسيت انها تعبانه. اصلا طول الفتره اللي فاتت كنت بقعد اتعلم في البيت وعندي معلومات كويسه عنهم، فلقيت ضربات قلبها سريعه جدا وشعرها ناشف وحركتها بطيئه، مش قادره، ما كانتش قادره تتحرك اصلا. طبعا دي كلها اعراض طبيعيه، القطه حامل ومش بتاكل، وهي في الفتره دي بتبقى محتاجه تغذيه كويسه. فانا طبعا البنات قلت لهم الكلام ده، فكنا عاوزين ناكلها، بس للاسف الجامعه مفيش فيها اي اكل خالص لاننا كنا في حصه صيام، فعشان تجيب اكل لازم تطلع بره الجامعه، وكمان كان قدامي 10 دقايق بس والباص الاخير هيمشي. فمعرفش لقيت نفسي لوحدي كده، رحت جريت بره الجامعه جبت جبنه نستون ورجعت القطه تاني اشوفها. ويا جماعه بجد اول ما القطه شافت الجبنه انا كنت عاوزه اعيط من منظرها. عارفين لما حد يفضل ايام ما ياكلش ويجي يشوف اكل قدامه؟ فبجد ربنا يكون في عون اهلنا. فالقطه كانت العلبه كامله، يعني من كتر الجوع ما كانتش قادره تمضغ، ما كانتش بتمضغ الجبنه، ده هي كانت بتزلط الجبنه على طول. انا وقتها وانا في المواصلات كان كل اللي في دماغي ان انا عاوزه اجيب القطه دي عند البيت. هتقولولي ما تاخديها عادي، هقول لكم المشكله ان انا امي ست مصريه اصيله، فكره وجود حيوان في البيت فكره مستحيله. حاولت معاها كتير طول الفتره اللي فاتت بس الموضوع ما كانش جايب همه خالص. فانا بقى صلاه المغرب والعشاء والتراويح كلها كانت عباره عن يا رب ماما توافق اجيب القطه دي. هو انا قاعده ادعي بس بالدعاء ده وعاوزاه يتحقق. شوف بقى اما ربنا يريد حاجه تحصل. فتحت كده الموضوع لماما بعد التراويح وقعدت بقى اقول لها يا ماما انت عارفه انا ليه اتاخرت النهارده، وقعدت بقى احكي لها، وبصراحه يعني حاولت استعطفها كده يعني. المهم وانا بتكلم كنت عارفه من جوايا انها هترفض، انا قلبي حاسس انها هترفض، بس عاوزه اقول لكم سبحان الله لقيتها بتقول لي هاتيها. انا اول ما سمعت الكلمه دي دماغي عملت ايرور، ما كنتش قادره اصدق، بس عارف بقى اما ربنا يريد حاجه فهي حصلت. والحمد لله رحت خدت القطه وقعدت معايا حوالي اسبوع 10 ايام كده، وجابت ما شاء الله 4 قطط. طبعا اول يومين وهي قاعده معايا كنت خايفه منها شويه لانها كانت بتنام جنبي على السرير، فكنت ببقى متوتره. بعدها اتعودت وبقيت بحبها جدا، وخلاص حسيت اني اتغلبت على خوفي ده بشكل كامل. لحد دلوقتي انا كده بقيت عايشه مع 5 قطط. ايه بقى حوار ال11؟ كنت عادي في يوم ماشيه في الشارع لقيت 3 قطط مغمضينه بالحبل السري، يجي مثلا عمرهم كده 3 ايام 4 ايام بالكتير قوي، ويعني مرميين في الشارع في جنب وملانين براغيث وامهم مش موجوده، وخلاص كانوا يعني على وشك الموت خلاص. معرفش لقيت نفسي وقفت كده قدامهم وببص وما كنتش عارفه اتصرف، فلقيت واحده من بعيد جايه بتزعق لي. هي كانت مفكره ان انا باذيهم، بس انا عرفتها قلت انا في بيطري وكده وكنت عاوزه اساعدهم. فلقيت نفسي كده خدتهم ونضفتهم وخليتهم يرضعوا مع القطط اللي عندي. كده بقى معايا كام 8. الله ينور عليك.
سبحان الله، بعد الحوار ده بكام يوم الاقي في شقه فوقنا صوت قطط بتنونو بشكل غريب. انا اصلا استغربت الصوت ده جاي منين، لان الشقه دي مقفوله ومليانه رمل وطوب، والمنفذ الوحيد بس عشان تدخل الشقه دي هو شباك صغير كده لازم تنط منه. الصوت فضلت اسمعه يومين كاملين وكان موترني، وخلاص قلت لازم ادخل اشوف في ايه. لقيت 3 قطط بلدي حالتهم صعبه جدا من كتر الالتهاب والافرازات اللي كانت على عينيهم. انا افتكرت انهم مش بيشوفوا، وكانوا صغيرين يعني مثلا تدوم 3 اسابيع بالكتير، وبرضه معرفش امهم فين وسايباها. طبعا القطط دي انا خدتها وعالجتها، كانوا صعبين جدا. قطط بلد بقى بتبخ وتخربش لدرجه انهم قطعوا الجلافز، فكان التعامل معاهم صعب. انا كنت بمسكهم بكاس بلاستيك، الجلافزات ما كانتش جايبه همها معاهم، بس انا لقيت نفسي عارفه اتعامل لوحدي، وكنت عادي جدا متقبلاهم وما خفتش مع انهم كانوا صعبين. والحمد لله اتعالجوا وفتحوا ولقيتهم كمان بيشوفوا. ما تعرفش قد انا كنت مبسوطه اما لقيتهم بيفتحوا وشافوا. انا بجد ما كنتش قادره اصدق ان انا اخيرا عملت حاجه. فدي كانت قصه ال11 قطه. عارفه اني طولت، بس حبيت احكي الكلام بالتفصيل لان دي ممكن تكون قصه ملهمه لاي حد عاوز يواجه خوفه. اللي عاوز اقوله ان مفيش حاجه مستحيله، وزي ما انا قدرت اتغلب على خوفي انت كمان تقدر. الخلاصه استعن بالله وادعي كتير. حدد ليه انت عاوز تتغلب على خوفك، اسعى وحاول تختلط بالحيوانات على قد ما تقدر، واوعى تستسلم وتفقد الامل. انا فضلت حوالي 3 سنين لحد ما قدرت اتغلب على الموضوع ده. وعادي في البدايه هتلاقي نفسك خايف ومتوتر، وممكن الموضوع يوصل معاك للاغماء زي ما حصل معايا. اهم حاجه ما تستسلمش وبس كده. دي كانت قصتي. لو لسه بتسمع لحد هنا فبجد يعني احب اشكرك جدا واحييك. وما تنساش اللايك وسبسكرايب وتشير الحلقه، وتكتب لنا في كومنت رايك في الحلقه، وحابب نتكلم عن ايه الحلقات الجايه. وانتظرونا في حلقة قادمة من حلقات بودكاست اعرف بيطري.